صاحب البلاء في أجور عظيمة: أجر البلاء، وأجر الصبر على البلاء، وأجر الدعاء بكشف البلاء، وأجر انتظار الفرج في البلاء. أجر واحد من هذه الأجور العظيمة يكفي في تثبيت اليقين في الله والرضا عنه، فما بالك باجتماع هذه الأجور جميعا؟ امنع نفسك الشكوى لأحد مهما قست عليك الظروف، ستعيش بعدها سعادة اليقين بالقرب من الله واستشعار معيته لك. عندما تردد: دعوت ولم يستجب لي، وعندما تشكو للناس طول البلاء رغم ما تبذله من الدعاء، فاعلم أن هذه الكلمات إنما تخرج منك وقد فقدت أعظم ما يكشف عنك البلاء، وهو الرضا عن الله. وما رأيت سعادة للمهموم والمكروب وصاحب البلاء مثل ملازمة الدعاء في كل وقت، وخاصة في السجود وفي ثلث الليل الأخير، والإكثار من قول لا حول ولا قوة إلا بالله.